عايز إجابة؟ هو بتوع حاسبات ومعلومات فعلا مش بيلاقوا شغل؟ بص يا صديقي، خليني أقول لك يعني إيه. بصورة عامة كده، الكلية مش هي الأساس. سيبك بقى من حاسبات ومعلومات ومن الكلام ده كله. أي كلية عملية زي مثلا هندسة، حاسبات ومعلومات، أي كلية عملية فيها دراسة عملية ما بتعتمدش نهائيا بالكلية، وحط تحتيها 500 ألف خط. ليه مش بتعتمد بالكلية؟ لأن في النهاية الموضوع بيعتمد على مذاكرتك انت خلال فترة الكلية. ممكن واحد دخل كلية حاسبات، قعد ال4 سنين بالكامل، عرف قشور عن البرمجة، عرف المواد اللي بيدرسها في الكلية، طلع الأول على الكلية، ولكن معلوماته العملية قليلة جدا. ما ذاكرش مع نفسه في الأجازات، ما اجتهدش، ما عرفش أكتر عن المجال، اكتفى بس بالكلية. بنسبة 1000000% لما يتخرج من الكلية مش هيلاقي شغل. صعب جدا يلاقي شغل. ليه صعب جدا؟ لأنه اوريدي ما ذاكرش. الكلية لوحدها مش كفاية. ايا كان الكلية اللي انت فيها، الكلية لوحدها مش كفاية. الموضوع في النهاية بيرجع لاجتهاد حضرتك خلال الفترة دي كلها. فما تحطش اللوم على كلية معينة، ولا حاسبات بقى ولا هندسة ولا الكلام ده كله. ما ترميش اللوم على الكلية، لان خد بالك مجال البرمجة اصلا مجال مفتوح. يعني ممكن تلاقي واحد خريج حاسبات ومعلومات وواحد مثلا متخرج من تجارة او حقوق، وتلاقي ان اللي متخرج من تجارة ده عنده معلومات وخبرة اكتر من حاسبات، او اكتر من الشخص اللي متخرج من حاسبات. طب ليه الكلام ده هندسة؟ ليه تزعلنا منك كده؟ ما انت ماشي كويس. اقول لك لا، ما هو ممكن بتاع تجارة ده او حاسبات اجتهد وذاكر وبقى عنده خبرة كويسة جدا، عمل CV محترم. بتاع حاسبات اعتمد فقط على الكلية، ذاكر المواد اللي موجودة في الكلية بس، ده مش كفاية. ولكن الشخص التاني ذاكر واجتهد، وصل لمستوى كويس جدا، بقى عنده خبرة كويسة جدا. فطبعا انا لو جالي الاتنين دول هختار بتاع كلية تجارة. طب ليه ما اخترتش حاسبات؟ لانه ما اجتهدش، ما ذاكرش، الCV بتاعه ضعيف جدا. فالمجال بتاعنا في النهاية بيعتمد على الخبرة بتاعت حضرتك، وحضرتك بتعرف تعمل ايه.